فايش الافران. بكيلو دقيق واحد بس عملت الكمية اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. شوفوا بقى انتوا لما تروحوا تجيبي كيلو من الفرن هيبقى بكام، وكمان مش الكمية دي كلها. طب وليه؟ ما احنا نعمله في بيتنا وبنظافة، وكمان اقتصادي، حاجة كده زي الفل، بايديكي لولادك بنظافة. بجد حلو جدا. غير بقى القرمشة بتاعته، يا مش قادرة اقولك، بجد روعة. السلام عليكم محترمين اليوتيوب، لايك وشير وسبسكرايب لمنوعات لروندا. اتمنى تشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم اشعار بيه. واتمنى تشاركوا الفيديو بين اصدقائكم عشان تعم الفايدة للجميع. واتكلمنا كتير، ويلا بينا على الفيديو السهل البسيط. اول حاجة حضرنا كده طبق عشان نعجن فيه. لو عندك عجان يا ست الكل استخدمي. جبنا بولة حلوة كده وحطينا كوبايتين مية. كوبايتين مية دول اللي هي بالكوب المعياري 250 مللي. حطيتهم من الحنفية، لو الجو شتا دفيها، دف المية. حطيت نص كوباية سكر ناقصة معلقة واحدة، وهقول لكم ليه. طيب حطيت قد ايه خميرة؟ حطيت باكت خميرة كامل، وحطيت حوالي اقل من ربع معلقة كده من كيس تاني يعني. طيب حطيت ايه بقى؟ حطيت معلقة من الكركم، ومعلقة من المحلب. معلقة من المحلب دي معلقة السكر اللي انا خليتها طحنت بيها شوية محلب، لان كانوا المحلب حبة صغيرين، فطبعا عشان يتضرب في المطحنة فحطيت معلقة السكر دي، وخدت معلقة كده حلوة مليانة وحطيتها. تمام. يبقى احنا كده حطينا كل المكونات بتاعتنا، الكركم والمحلب والمية والخميرة. ركنا بقى ذرة ملح كده على جنب، دي هنحطها على الدقيق. قلبنا كويس جدا، وحطينا حوالي 100 جرام زيت. 100 جرام زيت اللي هو الكوب المعياري اللي هو ال 200 مللي، حطيت نصه بالظبط، يعني 100 جرام زيت. تقدري يا ست الكل تستبدليه بسمنة عادي جدا، بس انا حبيت ان انا اعمله اقتصادي عشان انتوا شايفين طبعا الظروف البلد اللي احنا فيها والغلا والكلام ده كله. هنا جبت حوالي نص كوباية مية ركنتها كده على جنب، على حسب طبعا نوع الدقيق اللي احنا بنستخدمه، من دقيق لدقيق بيختلف. بعد كده جبت كيلو دقيق. اهم حاجة انخلي الدقيق بتاعك عشان يديكي نتيجة حلوة. لازم طبعا ان احنا ندخل الدقيق كويس جدا. هنا بعد ما نخلت بقى الدقيق عملت ايه؟ حطيت ذرة الملح، ربع معلقة ملح، يعني ربع معلقة ملح صغير، حطيتها كده في الدقيق، وقلبته بقى كويس. وبعد كده بدأت ان انا اعجن. هنا بقى هعجنه حلو جدا كويس جدا. لازم نعجن يعني من غير العجان اقل حاجة بتاع 10 دقايق، عشان يديكي نتيجة كويسة جدا. اهم حاجة تعجنيه يعني حلو جدا. هنا ابتديت بقى اعجن كده. في نص الوقت وانا بعجن كده حسيت ان اللون بتاعه مش اللون الاصفر قوي. تقدري على فكرة تقدري تضيفي اللي هي بودرة الزعفران. هنا بقى احتجت شوية مية. احتجت ايه؟ يعني بصوا حوالي 3 معالق بالظبط. يبقى انا حسبتهم كده بالمقدار كده 3 معالق. المهم انا خدت ربع كوبايه الميه دي او نص كوبايه الميه، دوبت فيها معلقه من الكركم، وخدت بس الشويه اللي انتوا شفتوهم دول بس. شويه اللي انا حطيتهم على ايديا دول من الميه، هم دول اللي انا حطيتهم. وابتديت بقى اعجن كويس جدا. وهنا بقى كنت عجنتها زي ما انتوا شايفين. قعدت بقى اعجن فيها، اريح بقى عشان يديكي نتيجه حلوه. يعني اعجني شويه وريحها دقيقتين، اعجني شويه وريحها دقيقتين. ده هيسهل عليكي ان انت ما تعجنيش وايديكي توجعك اكتر. وكمان يعني هيريحك في العجن. بعد ما عجنتها حلو جدا، هنا بقى جبت ايه؟ معلقه ونص كده سمنه بلدي. تقدري تستبدليها باي نوع سمنه انت حباه، اي نوع سمنه عندك استخدميه، مفيش مشكله. حطيت بقى المعلقه ونص دول، معلقه ونص من اللي هي معلقه الاكل. حطيت هنا المعلقه ونص، وابتديت اعجن في العجينه تاني. هنا هتلاقوا العجينه اول ما حطيت السمنه فرولت عادي جدا، مفيش مشكله، اعجنيها هتتعجن. بعد ما عجنتها
قفلتها بقى بالاسترتش زي ما انتوا شفتوا كده، وحطيت على وشها حبة زيت، وبعد كده سبتها تخمر. قعدت قد ايه؟ قعدت حوالي نص ساعة، بجد نص ساعة، وبقت معانا زي العجينة. بصوا اللي انتوا شايفينها دي، بجد كانت عجينة تحفة جدا. بصوا حلوة جدا. بس كده هنعمل ايه بقى؟ هنبدأ بقى نحطها كده على الرخامة بتاعتنا، نلمها كده رول كده، وهنبدأ نقطعها. بصوا العجينة بجد كانت تحفة بجد. هنا بقى هبدأ اقطعها. قطعتها قد ايه؟ قطعتها 4 كرات. الكيلو عملته 4 كرات. ادي 3 اهم، غطيتهم بالاسترتش على جنب، وابتديت جبت اول عجينة دي، اول كورة سبتها ترتاح 5 دقايق على الرخامة، وبدأت بعد كده افردها. هنفردها ايه؟ هنفردها مستطيل، نحاول على قد ما نقدر نفردها كده مستطيل او مربعة. طيب السمك بتاع العجينة قد ايه؟ حوالي نص سنتي كده. بصوا حاجات بسيطة خالص. هبدأ بقى اجيب الطرف كده والفها رول، ابرمها كده رول. كل ما ابرم حتة اضغط كده بصوابعي كويس جدا. طب ليه بعمل كده؟ بعمل كده عشان ما يبقاش فيها على قد ما اقدر ما يبقاش فيها فراغات من جوه، كأنك بتعملي بالظبط فينو، بتبرمي فينو. ببرم كده واضغط بصوابعي، ابرم كده واضغط ايه بصوابعي، عشان ما اخليش اي فراغات. بعد كده في اخر جزء بقى في العجين ببدأ اقفله كويس جدا. اهم حاجة ان انت تقفليها كويس جدا عشان ما تفتحش معاكي. وبقفلها بقى من الاطراف، من الطرف ده كده اقفلها، وكمان من الطرف التاني، واسويها جدا بقى واخليها كده مسويه وكده مهندمه. بعد كده هجيب بقى صاج مش مدهون اي حاجه، ما تدهنيش فيه اي حاجه، ما تدهنيش اي حاجه، ومش هيلزق ما تخافيش. وبعد كده هبدا بقى احط الرول بتاعي زي ما انتوا شفتوه كده، واسويه عشان هو الرسمه دي اللي هتيجي ايه في الاخر تبقى مظبوطه. هنا بقى هسيبه، دول اول 2 عملتهم، وبعد كده بدات بالاتنين، عملت الاتنين التانيين، وهسيبهم بقى يختمروا. قعدوا حوالي ساعه، وبقوا معايا زي ما انتوا شايفين كده، تبارك الله زي الفل. هنعمل ايه بقى؟ بعد ما اختمروا سخنت الفرن قبلها ب10 دقايق، حطيته على الرف اللي في النص على نار متوسطة. لا نار عالية قوي طبعا مش هيستوي، على نار متوسطة. وهسيبها بقى قعد حوالي ربع ساعة او تلت ساعة تقريبا في الفرن، وطلع معايا بالشكل ده. بصوا بجد. وبصوا عايزه اقول لكم حاجه، انا فتحت عليه المروحه، يعني فاتحه المروحه والفرن بس، ولا شوايه ولا اي حاجه، واداني اللون الرائع ده. ومولعتش المروحه في الاول، يعني في نص الوقت كده. بصوا طري، ولونه من ورا من الظهر بتاعه اللون موحد، لاني كنت بلف الصاجات. بس كده هسيبه يبرد تماما، مش هشتغل فيه خالص دلوقتي. اقل حاجه 4 5 ساعات. بصراحه انا كنت عاملاه بالليل فسبته لغايه الصبح، كان برد تماما. هبدا بقى نقطعه. انا هنا هقطعه كده بميل شويه، بس قبل ما نقطعه لازم نقطعه بسكينه اللي هي مشرشره دي، عشان ما يفرولش منك. قطعي بقى، عايزه تعملي زي ما انا قطعته كده، بصوا بميل كده بيدي شكل حلو. عايزه تقطعيه بطريقه مستقيمه كده براحتك، ده يرجع لك انت. المهم النتيجه في الاخر. ببدأ بقى اقطعه كده. حاولوا بقى السمك ده ما يبقاش تخين، يعني خلوه معقول، لا تخين قوي ولا رفيع قوي. بصوا بالشكل ده كده، يعني كده كان جميل جدا، حتى لونه حلو قوي. بصوا وقد ايه، بصوا طري قد ايه، بصوا بيرجع العجينه كانت تحفه بجد، بجد كانت جميله. بصوا جميله ما شاء الله. كده انا قطعته كله بالشكل ده. هعمل ايه بقى؟ هجيب صاج وهرصه بقى فيه الصاج اللي احنا عملنا فيه. هبدأ بقى ارص الفايش ده كله كده. وهعمل ايه؟ هدخله بقى في الفرن في الشبكة على اهدى درجة، وهيقعد معايا حوالي تلت ساعة، وهيطلع معايا بالقمر ده. ايه رأيكم بقى؟ حاجة زي الفل. يا رب يكون فيديو عجبكم، ونشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.